اليوم يا غزل رح أعمل لك أطيب زلابة. يامي ما أطيب الزلابة. أطيب زلابة رح أعمل لك. يلا نفوت على المطبخ لحتى نحضر. عندي 5 كبايات من الطحين، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة سمسم، 3 معالق من حليب البودرة، معلقة فانيليا، معلقة جوز الهند، دقة الكعك، وقرفة يا غزال. أي شي مطيبات بنحطن، بنحركن كلهم مع بعض. وهلا شو بعمل؟ بمي دافية بعجنهم كلهم مع بعضهم لحتى اشوف قديش بدها العجين مي. ومثل ما عم بتشوفي يا غزل اختمرت معي هون. من بعد ما اختمرت رشيتلها حبة البركة، وعندي زيت حامي بلشت اشكلها بهيدي الطريقة. بحط على ايدي شوية زيت وبحطها مثل ما عم بتشوفي، بهيدي الطريقة. ايه صح، هيك يوم شكلهم بشهي وريحتهم بلشت تطلع. شمي هلا الريحة يا غزل. ايه مثل ما عم بتشوفي كيف عم بحطهم بهيدي الطريقة. ومن بعد ما استووا من الميلة الأولى بصير قلبهم بهيدي الطريقة. مثل ما عم بتشوفي بصير قلبهم. وهلأ مثل ما عم بتشوفي استووا، واحمروا. احمروا يا غزل. هلأ صرت شيلهم. شمي الريحة. يا الله ما أطيبهم. شايفة هالمنظر وهيدا الحلو؟ الشكل النهائي. هيدا الشكل النهائي للزلابة. وإذا عجبكن الفيديو ما ما تنسون تنسونا باللايك بالشير وبالشير وبالاشتراك. وبالاشتراك.